شكرا لك حمزة على قبول الدعوة. يحضر معايا خالد القربي ووجدي بوعزي. تحية ليك حمزة، برافو على الإنجاز، على الفوز بلقب كأس الكاف. موسم كان فيه الزمالك متميز في هذه المسابقة، مسابقة كأس الكونفدرالية. ساعة أول حاجة حمزة نعاود نبارك لك على التتويج هذا. أنت وسيف الجزيري كنتوا حاسمين، سجلت عديد الأهداف اللي كانت قيمتها كبيرة وحاسمة مع الزمالك المصري الموسم الحالي. حمزة احكي لي، مرتاح في الزمالك المصري؟ لا مرتاح الحقيقة، مرتاح على الآخر. والحقيقة جمهور البداية نتاعي كانت صعيبة برشا الحقيقة. يمكن بعد كورونا تعرفوا دوب فات الكورونا طلعت مصر واجواء جديده، وما كنتش ما دخلتش بكدا في الليكيب، وقعدت 6 شهور ما لعبتش كوره، وزدت شويه في البوا ودخلت ديريكت فهمتني مع البريسيون، ومع انا ما لقيتش روحي بدايه صعيبه برشا. انت حكيت لي انه تربص مع كارتيرون اللي كان فيه عمل بدني شاق، هو اللي بدل لك مسيرتك. هذاك هو دخلت ديريكت هكاك فهمتني، كيما نقولوا فيها من المثل التونسي متبقى البيت النار كيفاش. دخلت ديريكت مع الليكيب، ولقيت الدنيا متبدله عليا من الشمال بالليكيب، حتى بالمصري ما كنتش نعرف نحكي بالكدا، ما نجمش نوصل المعلومه بالكدا. ما لقيتش يعني ما لقيتش روحي. صارت لي برشا صعوبات في البدايه نتاعي الحقيقه، فما ناس وقفوا معايا. من بعد كما قلت لك انت عملت الستاج مع كارتيرون، عملنا وقتها 25 يوم فيزيك بيرمون فيزيك. الحقيقه في الستاج هذاك تحولت، وليت لقيت روحي، رجع لي يعني رجع لي كل شيء اللي قبل اللي كنت نعمل فيه. كما تعرف يوم كنت خالد وجدي يعرف كي تبدا فيزيكمون ماكش حاضر، حتى تبدا منتهى المحاضره كنت تعمل شيء في الكوره. صحيح. هذاك علاش بعد عملنا بعد ما كملنا الستاج هذاك هزينا شامبيونا، بدات بشويه الدنيا ترجع كما كانت، والحمد لله واحد ورا اللي عنده يعني. باهي، منذ فترة ماهيش بعيدة حمزة ربحتوا الأهلي، وكان دوبلي لسيف الدين الجزيري، هكا ولا سيف الدين الجزيري ضد أكيد. نعرف اللي كنتوا تحضروا المباراة الذهاب، لكن تفرجت شوية وتابعت مباراة الترجي والأهلي. انت بعتك على الذهاب نهائي الشامبيونز ليج؟ لا بيان سور تفرجت فيه الماتش سريع على الاخر، كله ديال. مازال ما تلعب شيء 50-50. الترجي يعرف يسافر وعنده الخبره الكافيه باش يلقى اجواء كبيره في القاهره، يعني تيران 75,000 بتفرج. والترجي متعود يعني يعني متعود بهم، والاهلي كيف متعود بالجرو ماتش هذوما، باش تلعب على تفاصيل صغيره برشا، نيفو متقارب. وان شاء الله الترجي يعني تكون حليف الكاس هذا. غياب علي معلول، وامكانيه غياب ممكن بن حميده، هما زوج زملائك واصدقائك، اكيد شيء ياثر برشا على حظوظ الفريقين. بيان سور زوج جوارات عندهم دور كبير في جمعياتهم، عندهم دور كبير سيرتو. يعني انا نخص بذكر معلول اللي هو كلي في الاهلي هنا، هذه حاجه باهيه للاسبيرونس. علي معلول سيرتو البالاريتي اللي عنده، يعني يحطها يعني مسمامه كما نقولوا بلغه الكوره. ان شاء الله ترجي يكون حاضر في يوم وياخذ الكاس بتاعه ان شاء الله. باش تحضر انت حمزه للدور النهائي، تكون حاضر في النهائي؟ لا صعيب نحضر غادي. صعيب برشا. به سؤالي الاخير فيما يخص المنتخب ايضا، وصلتك تهاني ممكن من الاطار الفني المنتخب الوطني التونسي، اعضاء الجامعه، مكتب جامعي كلموك حكاوا معاك؟ لا اعضاء الجامعه لا، لكن متواصل حتى مع المنتخب الوحيدي من بعد الفاز الاخراني، ديما يتواصل مع الجوالات الكل، وديما نحكيو يعني في الكوره يعني. مش حاجات يعني ان شاء الله معني حمزه باش يكون حاضر في تربص المنتخب القادم ان شاء الله. انا بحث المنتخب حاضر مش حاضر، انا ديما موجود. شكرا لك حمزة المثوثي على رحابة الصدر، شكرا على تلبية الدعوة. نتمنى لك الحظ السعيد في مسيرتك مع زمالك المصري في قادم المواعيد. حمزة عودة مارتين يتمنى الفوز للترجي ضد الأهلي، سمعت ولا؟ بيان سور اخي، تونسي تحب ولا ما تحبش يا اخي؟ يعطيه الصحة. راه مش برشا هكا، راه فهم برشا ملاعبية فهم برشا ملاعبين نحن في تونس وما تقوليش الكلمه هذه. انا قلت لك راهو تربيه واخلاق، راهو عندهم دور كبير سوتو في دومين الكره. راهو كي تبدا متربي في عائله كبيره وتعرف كيفاش تجاري حياتك وكاريرك،
سي تري امبورتون. طبعا هو راهو برا من التيران راهو تقريبا 70% من مسيره اللعب هكا ولا واش. وهذا رجوليه نحكيو عليها تو. نحكي قبيله قلت لك السيد هذا راجل تو يعيش في القاهره وواحد اخر يحسب معناها يعمل حساب البريسيون اللي نجم يلقاها من الجمهور الاهلي حتى سعيد الفريقين صحيح طيب فوالا. لكن خويا عاودها دو ريبريز مرتين قال لك ان شاء الله الترجي تروح بالكوب نتاعها. برافو حمزه ونشكره وان شاء الله هو زاد بمزيد من الالقاب والتتويجات. شنو لازم الترجي باش يروح باللقب وجدي؟ ليه معناتها 75 بالله سامحني 75,000 ضد الاهلي مباراه صعيبه جدا صعبه جدا صعيبه جدا حلوه والله دخلتها في حيط. مباراه صعبه جدا مباراه صعيبه باش تكون على الترجي في الاياب ضد الاهلي. اكثر شيء لازم يكون موجود في المقابله هو شخصيه الترجي. شخصيه الترجي لازم تكون موجوده لجورجي اللي هي تكمن في شخصيه المدرب وشخصيه الاطار الفني وشخصيه اللاعبين خاصه هما اللي باش يترجموا ذي على الملعب ولا فوق الميدان. الباقي